وصلنا لبارت 3 من سلسلة أشهر 30 مطور تشتري معهم كوميونيتي مش بس عقار في مصر. رقم 21 شركة هايد بارك، وطبعا عارفين فين كومباونداتها. هايد بارك في التجمع الخامس، وسي شور في الساحل، وطبعا مشهورة جدا بأنها بتبني بسرعة جدا وبتسلم قبل الميعاد. رقم 22 شركة مصر إيطاليا، ودي مشاريعها مغطية أماكن كتير جدا زي المستقبل سيتي والعاصمة وكمان في الساحل الشمالي. رقم 23 شركة بيتر هوم، ودي بجد بيميزها إنها بتبني وتسلم من قبل حتى ميعاد الاستلام ما يجي، وأكبر دليل على ده مشروعهم اللي في منطقة المستثمرين في العاصمة الإدارية اللي سلموه قبل ميعاده. رقم 24 هي شركة ووتر واي، ودي شراكة ما بين المهندس أحمد السويدي والمهندس حسام حسن، ومن أشهر مشاريعها ووتر واي 1 ووتر واي 2 وطبعا الكومباوندز اللي في ظهرها. رقم 25 شركة تاج مصر، بتبقى دايما باسم دي جوية زي دي جوية 1 و 2 و 3 و 4 و 5 بين العاصمة والشيخ زايد، وطبعا تاج تاور اللي في العاصمة الإدارية من نواطح السحاب. رقم 26 هي شركة ناين، ودي الراعي الرسمي للدوري المصري ومعروفة إنها من رواد ناطحات السحاب في الشرق الأوسط. رقم 27 هي شركة بيراميدز، ومن أشهر مشاريعها بيراميدز سيتي، هي رقم 1 العاصمة الإدارية في مدخل العاصمة من طريق التجمع، ودي عبارة عن 151 فدان، مدينة كاملة ترفيهية وأول مرة هتشهدها مصر. رقم 28 شركة اس يو دي، ودي من الشركات اللي برضو بتبني وتسلم قبل ميعادها، وكومباونداتها في منطقة المستثمرين اللي في العاصمة الإدارية خير دليل. رقم 29 شركة ريدكون، ودي برضو مملوكة لإحدى شركات المقاولات شركة ريدكون، ولما أقولك شركة مملوكة لشركة مقاولات أعرف إنها من أسرع الناس اللي بتبني وتسلم. رقم 30 شركة ايجي جاب، هي مش شركة كبيرة وما عندهاش عدد مشاريع ضخم، ولكن مغطية أماكن كتير جدا بعدد المشاريع اللي عندها زي التجمع والشروق والعاصمة وكمان في الساحل. هنا بنقفل سلسلة أهم 30 مطور في مصر الفترة دي، ولكن مش بننهي السلاسل، لسه السلاسل جاية كتير، سلسلة الساحل وشرح المطورين وبريف كامل عنهم. وما تنسوش أنا نوران حسين بقدم استشارات عن العقار.